اهلا بيكم. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير دايما. النهارده بقى عندنا وصفة سمك بطريقة العمانية، طريقة جميلة جدا. انسي كل انواع السمك اللي احنا كنا بنعملها. الوصفة دي جديدة جدا وحلوة جدا وبتطلع الطعم روعة. نبتدي بقى مع بعض الوصفة. وأول ما نبتدي كلامنا هنسمي الله وهنصلي على سيدنا محمد، ونترحم على أمواتنا وأمي، ونخلي كل عزيز علينا، وندعي لإخواتنا في غزة يا رب ينصرهم ويقويهم ويفرجها عليهم يا رب. نبتدي بقى مع بعض الوصفة. انت شايفين عاملين رز، عاملين السمك كمان، وعاملين كمان صلصة الطحينة. يعني وجبة متكاملة زي كأنك جايباها من المطعم تمام، وبوصفة سهلة جدا وما فيهاش أي اختراع. نبتدي بقى مع بعض الوصفة. هخليكم تشوفوا شوية بقى كده الفيديو مع السمك مع الرز مع الطحينة. مفيش أجمل من كده. عندنا أي نوع من السمك بنكون منضفينه طبعا كويس جدا، وعصرين عليه ليمونة وسايبينه قد نص ساعة وهو معصور عليه الليمون. نتأكد ان هو سحب كل الزفرة منه. السمكة اللي انا مختارها دي اسمها السمكة الحمراء. عايزة سمك، اي نوع سمك بتظبط معاها الوصفة دي. انا عندي ايه بقى؟ عندي ملح، عندي فلفل، عندي كمون، عندي كزبرة، عندي بهارات السمك. عايزة تحطي اي اضافات تانية او اي دي كمان شطة، عايزة اي توابل تاني مفيش مشكلة خالص. بس اللي احنا هنقول عليه الاساسيات هو الكمون والكزبرة والشطة وبهارات السمك. باخد كده بفرك عندي بقى السمكة كامل بالبهارات بتاعتي، كامل من جوه ومن بره. دي اهم نقطة، لازم السمكة قبل ما نتبلها اي تتبيلات تاني نرشها بالتوابل، بتفرق جدا في طعم السمكة. بدعك كده دعكة خفيفة طبعا بالراحة عشان ما تتشكيش من اي شوك فيها او اي حاجة. بدخل كده من جوه ومن بره. وبنبتدي بقى نحضر للخلطة نفسها اللي احنا هنحط بيها او هنحطها على السمكة عشان توديها في حتة تانية خالص. بعد بقى ما بخلص النقطة دي أنا بعمل طبعا فتحات في السمكة علشان أتأكد إن كل التتبيلة تدخل فيها من جوه. عايزة أنا حطيت بس فتحتين كده وممكن 3 زي ما انت عايزة. وفي ناس ممكن تقطع السمكة يعني زي القطع كده زي ما انت عايزة، دي خطوتك وده يعني زي ذوقك وطريقتك في الأكل. بعد بقى ما عملت فيها الفتحات دي هنسيبها بقى على جنب شوية عقبال حتى كمان تشرب كده من التوابل. عقبال ما تشرب هيك بقى من التوابل احنا هنجهز للخلطة بتاعتها. عندنا ايه بقى؟ عندنا بصلة صغيرة، عندنا 6 7 فصوص توم، عندي فلفلاية حمراء، فلفل اخضر، عندي طماطماية، وعندي شوية من البقدونس وشوية من الكزبرة. انا باخد حوالي نص بصلايه، عايزه تاخدي البصلايه كلها او نصها مفيش مشكله. باخد عندي فصوص الثوم الكامل، يعني كتري في الثوم على قد ما تقدري. 6 7 8 ده سمك. انا خدت بس نص فلفلايه من الفلفل الاخضر، وهحط كمان فلفل احمر. عندك دبس فلفل احمر عادي تقدري برضو تحطيها. بقطع بقى المكونات اللي عندي دي اي تقطيعة، انا كده كده هفرم كل المكونات دي عندي بالكبة. بحط قرن فلفل حامي، وعندي قرن كمان فلفل احمر برضو حامي، وعندي شوية من الكزبرة والبقدونس وطماطماية واحدة، وعندي الليمونة دي بحطها كامل بالقشرة بتاعتها. بقطع اي تقطيعة وهاخد كل بقى المكونات اللي عندي دي باخدها عندي وبفرمها في الكبة. هروح بقى افرمها وهنجيبها بعد ما نكون فرمناها كويس. بعد ما بفرمها عليها دلوقتي انا لسه حطيتش فيها اي توابل. ممكن في مرحلة الفرم قبل ما تفرمي كل المكونات تقدري تحطي عليها التوابل زي ما انت عايزه، مش هتفرق كتير. حطيت بقى طبعا عليها صلصة، احط بقية التوابل اللي انا حطيتها وتبلت السمكة الاولانية بيها، اللي هي ايه؟ الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة، بهارات السمك والشطة. وبقلب كويس. وشويه كمان لو حبيتي تحطي مرقه من الماجي باودر مش غلط، بالعكس بتطلع حلوه يعني وما تستغربيش انها تقولي ازاي مع السمك. يعني جربي وتعالي كده وسجلي لي كده في الكومنتات وشوفي ايه رايك.
إيه الرأي؟ يعني أنا عارفة ومتأكدة هتطلع يعني تجنن. أعصر بقى عليها ليمونة وبحط عليها الزيت. ليمونة بقى كاملة بحطها كامل، بشيل بقى البذر دوت، وهاخد عندي بقى الخلطة الرائعة دي اللي ريحتها طالعة وطعمها يجنن. اخد بقى واتبل عندي السمكة كامل. احط بقى شوية الزيت واقلب كمان الخلطة معايا، واجيب بقى السمك اللي عندي. اخد بقى التتبيله اللي عندي دي كلها، باخدها بقى وبغرقها من التتبيله دي. الخلطه دي يعني غرقي، ما فيش اي مشكله خالص، يعني تحفه. يعني انا كمان هحطها تحت في الصينيه عندي، لما احط تحتها كده الخضار يعني رائعة، وتقدري تاكليها مع الأكل، بتبقى نازلة بقى السمك المية بتاعتها والخضار كمان بيبقى نازل المية، يعني مع بقى الخلطة دي مش عايزة أقولك تاكليها بقى مع شوية الرز دول، يعني حاجة كده تحفة. بتأكد بقى ان انا بدعك السمكة كلها من كل الجوانب، وكتري على قد ما تقدري عادي جدا، وكل الاتجاهات، واقلب السمكة وفوق وتحت في كل حتة. عندي بقى بحضر نفسي بعد بقى ما بخلص الخطوة دي. عندي بقى شوية من البصل، شوية من الطماطم، شوية من الفلفل الألوان. مش ضروري قوي يعني أقولك كميات، عادي جدا، بس احنا هنحطها من تحت عشان السمكة ما تلزقش من تحت. عايزة تحطي بطاطس يعني تحفة برضو، تشرب من السمك والتتبيلة كده تبقى رائعة. انا ما حطيتش بطاطس، انا اكتفيت بس بان انا حطيت الخضار تحت السمكة، وتبلت كمان الخضار ده برضو بالخلطة. لسه عندي الخلطة دي بتعمل كمية كويسة جدا. خدت بقى عندي طبعا تبلت السمكة زي ما انتوا شايفين، يعني غرقيها تتبيلة ما تقوليش لا، طبعا تحفة. عندي بقى شرايح من الليمون، عايزة تحطيها عليها كده من فوق شكلا بس مش اكتر. حطيت انا بقى زي ما انتوا وريتكم كده شويه من البصل، شويه من الفلفل الالوان، وحطيت شويه من الكزبره او البقدونس، وبحطه كده على الصينيه من تحت. هنجهز بقى، هندخل طبعا السمكه الفرن. هنجهز بقى دلوقتي للرز بتاعنا. عندنا فصين من الثوم، وعندنا بقى كل التوابل اللي عندك بالبيت. عندك لومي، عندك اللي هو الليمون المجفف، عندك ورق لوري، هنحطينا ملح، حطينا بهار، حطينا بهارات اللي انت عايزاه. تقدري تحطي اي حاجة انت عايزاها طبعا عشان نعزز كده ايه طعم الرز بتاعنا. وطبعا حطيت كركم وشوية من الكاري. باخد بقى كل دوت احطه في حلة عندي مع الزيت، بسيبه يتحمر شوية. التحميرة دي بقى بتطلع ريحة التوابل كده وتخليه طعمه احلى واحلى. وحطيت بقى قرن فلفل حامي، وبعد ما بقلب البهارات دي كلها مع بعضها بنزل عليها بالرز عندي اللي هو الحبة الطويلة، وممكن الرز العادي المصري بتاعنا، يعني تحفة مش هيقول لا. بعد ما بغسله وبنضفه وبكون نقعاه. انا النوعيه اللي انا بختارها او اللي عندي في البلد اللي انا عايشه فيها لازم تنقعي الرز. بكون طبعا نقعاه قبلها تقريبا بساعه او ساعتين، ما بياخدش بالظبط 10 دقايق على النار. بنزل بقى بكمية الرز كلها اللي عندي، وبعد كده بحط العقد بتاع المية بتاعته، بيكون أعلى شوية من مستوى الرز، وبسويبه عندي على النار يغلي، ووطي عليه واسيبه 10 دقايق بالظبط، وبتلاقيه طبعا مستوي، لان احنا قبلها بنكون يعني نقعينه. النقع دوت بيخلي مفيش سوا، ما بياخد وقت ابدا معايا.
بقلب تقليبه بقى كده مع التوابل، وبعد كده هحط الميه وارفعه على النار. اديت له انا بقى الميه بتاعته المظبوطه. عايزه تزودي كمان مكعبات مرق ماجي طبعا ما فيش اي مشكله خالص، بالعكس تديه طعم كمان احلى من هيك. خلاص احنا كده بنسيب الرز على النار، وهنحضر بقى لصوص الطحينه بتاعنا. عندنا حوالي كوبايه من الطحينه، هنحط عليها فلفل، وهنحط عليها ملح، وهنحط عليها كمون. تقريبا معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة من الملح. بحط عليهم كمان عصرة من الليمون، وحوالي فنجان من الخل. حطيت هنا بقى شوية انا من الخل، وبقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها. وبعد كده بزود بقى شوية من المية كده بالتدريج. بنزل عليها مية شوية بشوية لحد ما تديني بقى السمكة الوسط دي، اللي لا هي خفيفة قوي ولا هي تقيلة. بنزل الاول شوية صغيرة، وبقلب وبشوف معايا القوام كويس، خلاص ما بزودش مية. القوام حسيت ان هو تقيل شوية، لا خلاص برجع تاني ازود له برضو شوية قليلة جدا من المية. بتكون هنا عندي كمان خلاص صوص بقى الطحينة عندي جاهز. بس نسيت اقول لكم ان انا كمان حطيت فص ثوم مهروس، مهم جدا في صوص الطحينة، يعني بيخليها تحفة. واخر حاجة بقى انا شايفة يعني السماكة مظبوطة جدا، مش محتاجة اي حاجة خالص. هنحط سن التوم، وهنحط بعد كده شوية من، هنا حطيت التوم المفروم. حطي التوم في اخر مرحلة من الطحينة، مش في اول الطحينة، تفرق كتير، بتديها طعم حلو قوي. وبعد كده بقى بزود شوية الزيت، وبحط عليها كده رشة من البقدونس، وكده عندي صوص الطحينة جاهز. في الوقت ده بقى عندي بيكون السمكة جاهزة، خلاص بتكون استوت كده وخدت السوا بتاعها. وعندي الرز كمان جاهز اهو، مفلفل. وحطيت كمان اللون بني دوت كمان زهرة اليانسون الناشف، طبعا كل ده احنا بنجيبه من العطار. وخلاص عندنا كده كل حاجة جاهزة، والسمكة كمان طلعت ما شاء الله تبارك الله. يعني مش عايزة اقول لكم الريحة قلبت البيت والجمال، مفيش اجمل من كده. يعني هنقدم بقى الوصفة بتاعتنا. هيكون عندنا بقى طبق كبير، هنحط عليه بقى الرز. بنفرد كمية الرز بتاعتنا الكبيرة. هنا بنحط بقى الرز بتاعنا، لونه اصفر ومفلفل ومش ناقصه اي حاجة، ريحة طالعة منه بتجنن. وهنحط عليه بقى السمكة بتاعتنا، هنحطه كده بطريقة كويسة وخلاص. ويكون عندنا كمان صوص الطحينة جاهز، وتكون كده عندنا الوصفة بقى جاهزة. ومفيش أجمل من كده، تقدري تعمليها بقى في عزومة لبيتك، يبقى بألف هنا وشفا. بجد أتمنى بجد الوصفة تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. وإن شاء الله يعني أشوفكم في فيديوهات جديدة. وما تنسوش يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي، يعني وابقى ليا شرف انكم تكونوا في القناة بتاعتي. واشوفكم في فيديوهات جديدة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.